بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهاردة كده بقى قلت اعمل غدا سريع، يا دوبك بصدر فرخة كده. هنعمل الأكلة الجميلة دي مع شوية بقى مكرونة كده، مع طبق بطاطس محمرة، حاجة خفيفة وسريعة. بحط كده، بشغل كل العيون البوتاجاز، عين كده نعمل عليها الصلصة، وعين مولعة عليها مية المكرونة، وبحمر البطاطس، والعين التانية بقى بنعمل الفراخ. بنزل كده بمعلقتين زيت، معاهم معلقة توم مهروس، ننزل عليهم بنص معلقة كمون ونص معلقة زعتر ومكعب مرقة دجاج. شوحي بقى الكلام ده كله مع بعض كده، خلي ريحة التوابل تطلع معاكي. هنا بقى عندي الزيت سخن، ننزل بالبصل متقطع جوليان، والفراخ بتاعتي انا مقطعاها زي تقطيعة الشاورما ومتبلاها على الناشف كده. يعني الفراخ غسلتها وصفتها كويس وتبلتها. طبعا التوابل اللي انت حباها، فلفل اسمر وسبع بهارات وبهارات فراخ، قرفة وزنجبيل وبابريكا وبصل بودرة وثوم بودرة. وتزودي معاهم بقى في التتبيلة معلقة من العسل الاسمر ومعلقة من الخل. هنا بقى كده اهو نزلنا بالصلصة بتاعتنا على الثوم. طبعا الصلصة بتاعتي انا ببقى مسبكاها. البصلاية بتاعتنا كده بدأت تاخد اللون الذهبي الجميل ده. ننزل بقى بالفراخ بتاعتنا اللي متبلة زي ما قلتلك كده. التوابل اللي انت بتحبيها حطيها، ما فيهاش اي سوائل، اللي هي دوبك الفراخ متصفية كويس ومتبلها بقى بالتوابل اللي قلتلك عليها دي، ومعاها معلقة من العسل الاسمر ومعلقة من الخل. بيفرق في اللون وفي الطعم وفي التسوية كمان. لو عندك صويا صوص حطي، يعني ده بديل الصويا صوص. طبعا الفراخ بقى بتتشوح، تاخد الصدمة كده على نار عالية، ما تهديش النار، خليها زي ما هي كده، النار عالية عليها. بنزل عليهم كمان ببرضه رشة من الزعتر، يتشوح كده مع الفراخ، ريحته تطلع بيبقى جميل جدا. تدي بقى تقليبة حلوة كده، وبرضه استني عليها لما تتشوح كويس، تلاقي كده الفراخ لونها اتغير وخدت الصدمة، يعتبر كده كأنها خدت نص سوا. الأكلة دي كلها بالظبط نص ساعة بتنجهز. للي بيبقوا بقى في الحر ده مش عايزين يقفوا في المطبخ كتير. الصلصة بتاعتنا بقى كده بحط لها معلقة من هريسة الشطة، لو موجودة عندك حطيها، بتدي طعم حلو. برضو بحط معلقة كده من هريسة الشطة للفراخ برضو. المية بتاعتنا بقى كده قربت تغلي، بتاعت المكرونة والفراخ اهي خلاص. ننزل بقى بالخضار بتاعنا، نجهز لها بقى كده طماطميتين وفلفل حار وبارد متقطع جوليان. هننزل بقى بالخضار بتاعنا على الفراخ برضه، ياخد تشويحة كده، يبقى كله بقى يشرب من الطعم مع بعضه. زي ما انت شايفة كده لون الفراخ بقى اللون الذهبي ده. ننزل بقى كده بالخضار بتاعنا عليه. طبعا ما بنحطش سوائل خالص، هي بتستوي في السوائل بتاعة البصل والخضار. اهو زي ما انت شايفة كده، ننزل بقى بالخضار، ما بياخدش 5 دقايق كمان على النار. اديله تشويحة كده وغطي عليه يا دوبك كام دقيقة كده، بيكون استوى زي الفل. المكرونة بقى بتاعتي طبعا المية مغلية، ننزل بالمكرونة، بتنزل زي ما هي كده سليمة، وبتنزل تاني مع المية السخنة، تلاقيها نزلت كلها، ما تقلقيش يعني. اظبطي بقى الملح بتاع المية وحطي معاها معلقة زيت. معلقة الزيت دي بقى ولا تخلي المكرونة تعجن منك ولا اي حاجة. فككيها بقى كده بالشوكة عشان برضو ما تلاقيهاش ماسكة في بعض. المية بتغلي، تلاقي المكرونة لوحدها بدأت تنزل في قلب المية السخنة كلها زي ما هتشوفي دلوقتي. اهي بدأت بقى كده، بدأت كلها تنزل في المية السخنة. برضو عايزة المكرونة بتاعتك تبقى حلوة، يعني ما في السليق ما تخليهاش تستوي سوا كامل، يعني مثلا بنسبة 90%.
تطفي عليها يكون فيها يا دوبك مضغة بسيطة كده، عمرها ما تعجن منك. وطبعا تغلي تسويها، تهدي النار عليها. المكرونة بتحب تستوي على نار هادية. الصلصة بتاعتنا كده جهزت اهي. طبعا بنظبط الملح بتاعها، والفراخ بتاعتنا كمان استوت وبقت زي الفل. بنطفي بقى النار وننزل عليها بعصير ليمونة. عصير الليمونة ده بقى بيديها مزازة كده وبيفرق جدا في الطعم. بس كده، اغرفي بقى وقدمي بألف هنا وشفا. أكلة سريعة وسهلة وخفيفة، بدل ما بنعمل البانيه مقلي كده بطريقة صحية، ولا زيوت بقى ولا حاجة. أتمنى تجربوا الوصفة بتاعتي، ولو عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.